قائد المنطقة الرابعة الذي استشهد على أيادي الحوافيش، الذي دافع حتى آخر قطرة من دمه، وهنا يتواجد إلى جواره وفي الأشعة العادية في مستشفى الريان أولاد الشهيد الذين ذهبوا إلى الوديعة ولم يرحب بهم من قبل إخواننا في المملكة العربية السعودية. لكي تتضح الصورة مشاهدينا الكرام عبر قناة صوت الجنوب، معي هنا نجل الشهيد طارق علي ناصر هادي والد الشهيد طبعا، الذي يطلعنا حول هذا الوضعية الذي هم فيها. ممكن عبر قناة صوت الجنوب تحدثنا وبشكل تفصيلي. السلام عليكم ورحمة الله. أولا شكرا جزيلا لزيارتكم في مستشفى الريان، حيث نعالج فيها ابني أسامة، وهو أصيب في عدن وهو يقاتل مع والدنا الشهيد علي ناصر هادي. وحبينا أن نعالجه في عدن، ولكن الأخوة في السعودية قيادتنا اتصلت أنكم تتحركوا إلى المنفذ وسوف توجدون تراخيص بأسماك أنت والجرحى الذي معكم. وطلعنا إلى المكلا عبر البحر، طلعت الجرحى عبر البحر، وأنا كنت في عدن لما أخرج من عدن. وبينما قصوا 5 أيام واتصلوا بي بالمكلا، وهم يتصلوا بي أننا الآن عدنا في المكلا ولا واحد اتصل بنا، وحاولت اتصلوا وقالوا حاول أنك تتحرك وتجي معهم. وتحركت من عدن رغم المخاطر ورغم الطرقات الذي تعتبر صعبة لشخص مثلي وهو ابن قائد منطقة، ولكن الحمد لله ربنا وفقنا ووصلنا إلى المكلا. وشليت أولادنا وأخواننا، بعض منهم ما حبوا أن يظهروا بالصورة لكي يقول لك عاد شيء في العلبنوشي يرجعوا لنا السعودية، لكن نحن بالنسبة لنا خلاص ما عندنا شيء راجعين، نجي نتعالج في الرياض. رحنا إلى البوابة ووصلنا إلى الوديعة، ووجدنا أسماءنا موجودة من قبل المملكة العربية السعودية، مثلا بالملك حفظه الله سلمان. ولكن للأسف الشديد وجدنا هناك شخص صاحب استخبارات يقول هذا ما يستحقوا العلاج، هذا قدهم ماشي فيهم أي مرض. بينما إذا تنظر إلى الولد وهو في هذا الحال، هذا الرجل اليسرى أمس سوينا له عملية في مستشفى الريان تاريخ 26، وخرجنا الحديد وركبنا له صفايح. الرجل اليمنى فيها من العظم 6 سنتي مش موجود العظم، يحتاج إلى عملية زراعة في الخارج. هل هذا الولد بيستحق العلاج في الخارج؟ لكن قلنا على كل هذا ما هذا صاحب الاستخبارات منعنا، نحن نروح بلادنا. لكن ما أعتقد أن الملك والمملكة عارفين بهذا الشخص الذي ردنا من البوابة، رغم تصريح حقنا موجود. ورجعنا إلى مستشفى الريان إلى المكلا، واستقبلنا احنا الأستاذ محمد عوض باشا عيب، جزاه الله ألف خير. هذا الرجل يقوم مع أولادنا ومع أبناء عدن ومع أبناء الجنوب بشكل عام بالعلاج، بالمساعدات، بالإغاثة، بكل الخاص. وهو الآن فاتح لنا شيك مفتوح خاص باسم أولاد الشهيد علي ناصر هادي حكم دحم الريان. ولكن احنا ما نقدر نقدم لها اي شيء، لكن مستعدين نقدم رؤوسنا عندها مثل ما قدمنا رؤوسنا لاجل القلوب. واسال الله ان يعز القلوب، ان يعز اهلها، وان يذل الخونه والانذال والذين باعوا بلادهم وعرضهم والان يتمشون في كل مكان. نحن لن نقاتل من اجل اشخاص معينه، احنا قاتلنا لدين ولوطن ولعرض، ليس لمنصب او لجاه او لمال. واي انسان عنده شك ينزل معنا وبيننا الميدان احنا وياه. معنا 3 انفار ما رضوش يتكلموا، ساهلين انهم يدخلوا السعوديه، الله يفتح عليهم، السعوديه لهم. طارق، طبعا حكومتنا المتمثلة أو حكومة
حكومة اليمن المتمثلة بعبد ربه منصور هادي ونائب رئيس الوزراء لماذا لم يلتفتوا إلى أبناء الشهداء في الجنوب؟ اليوم الجنوب يقتل، الجنوب ينزح، ولا نعلم لماذا هذا السكوت. رسالة توجهها لهم يعني. شكرا جزيلا. أنا أوجه رسالة للأخ الرئيس المرحوم عبد ربه منصور هادي أبو جلال حفظه الله، والأستاذ بحاح الرجل الذكي والعاقل والذي هو مهيأ أن يكون نور بإذن الله للجنوب، أن يصفوا اللوبي اللي تحتهم حتى توصل رسالتهم للشعب. اللوبي اللي تحتهم خطير جدا، وهم اليوم معرقلين، ولن توصل رسالة عبد ربه منصور ولا بحاح ما دام هذا الحوش تحتهم. يحاولوا يغيروا إدارتهم بأي طريقة وسوف ينجحون بإذن الله. طيب، اليوم طبعا احنا نشاهد الشعب الجنوبي والمقاومة الشعبية الجنوبية طبعا تستبدل القتال في الجبهات في كل مكان في عدن والضالع. هناك تباشير حقيقة 99% تحررت من الحوافيش، وكذلك عدن إن شاء الله. المقاومة الجنوبية اليوم في عدن ينقصها العتاد والسلاح. لماذا أيضا التباطؤ هذا أيضا من الحكومة اليمنية؟ ليس تباطؤ يا سيدي، وإنما نحن أول حاجة نشكر أهل الضالع لأنهم رجال أوفياء، وقاضهم ودينهم وعرضهم وردفان الأبية وكل المحافظات، وعدن هي الذي الرغم الصعب المحافظات دخلوها كلها ما عدا عدن الذي تعب. حوثة أو غير حوثة، عفاش أو غير عفاش، تعبوا فيها جدا، بينما هم أبناء عدن يقاتلوا بأوالي، ليس عندهم دبابات ولا عندهم شلكة ولا عندهم كواتيش ولا عندهم مدفعية ولا عندهم راقمات ولا عندهم قناصة. تمام. لكن المسألة العسكرية لما تكون مش مقيدة بقيادة مركز واحد، طبعا اغلب اكثر الاحيان تؤدي الى الفشل. انا لما اجي اسلمك انت كقائد، اسلمك سلاح لا يدك، انت مسؤول لي عن هذه المدينه، لكن لما انا انذق لك في خرم اقصر واقدر لك في الحسوه وفي انما وفي البريقه وفي الشعب وفي هذا، وتتقاتل الناس من بعد هذه المظلات، ليش هذا الفتنه؟ انت عندك منافذ واجده تقدر تصلحها، واذا ما عندك منافذ واجده عندك صواريخ حربيه وعدل ميناء بتحديدك، ممكن ترسل صواريخ حربيه الى اثيوبيا تستلم الناس سلاح وتسلمها لقائد المنطقه، وقائد المنطقه هنا يتحمل المسؤوليه لاستعاده عدن. لكن لما انا اقدر لك في البريقه وفي كذا، كيف انا بستعيد لك عدن على مواطنين؟ وانت تريدني ان اروح اقاتل المواطنين واترك الهدف الرئيسي. يجب عليهم ان يمسكوا منطقه واحده وقائد منطقة، وهو المتحمل هذه المعركة، هو يسلمون ايده وهو المسؤول عنها. اما غير هذا الكلام فلا اي نجاح بيكون. التدخل العسكري مطلوب، ضروري. البري مطلوب كمساعدة، لكن المساعدة السلاح يسلم الى قائد المنطقة. في عندنا شباب وفي عندنا من الجيش وفي عندنا يعني ناس عسكريين وضباط وخريجين قادرين ان يوصلوا، ما عندهم اي سلاح. انت الان السلاح تقدر به وسط مدن، بعض الباراشوتات اللي تنزل فوق بيت وقال لك هذا قيمه الكسار حق البيت حقي. هيا روح قتل لك صاحب البيت هذا مش هتشيل المظله. اذا انت تشتي عدن اعترف بقائد واحد، مش تعترف بقائد كلها. والذي موجودين في عدن عليهم ان ينسقوا مع قائد المنطقه، وهنا سوف تلاقي نجاح باذن الله. الشهيد علي ناصر هادي اللي هو الرقم علي ناصر هادي هو استشهد في عدن وقال هذه الكلمه صحيحه: لن يدخلوا التواهي الا وانا مقتول، ان يدخلوها حي لا يمكن. لكن اريد ان اقول لك ان علي ناصر هادي هو واحد من ابناء الشعب، وليس هو زايد عليهم بشيء. سمعت في شهداء كثير قتلوا، واحنا
اعتبر شهداءنا شهداء واحده، شفت كيف؟ ولكن اعتقد انه استشهاد علي ناصر هذه درس للقاده، مش للمقاومه، للقاده، ولا المقاومه قدام يعطوا كل يوم قوافل شهداء. درس للقاده الذي تخلوا عن الويتهم وهربوا، والذي باعوا، والذي سكتوا، والذي اعتكفوا داخل بيوتهم. صدقنا انت بعت للشخص الثاني لا يمكن يحترمك. ليش؟ لانك بعت اخوك. انت تبيع اخوك لي، انا بثق فيك؟ ما بثقش فيك. وانت مخبى داخل بيتك تعتقد اني بثق فيك؟ انا ايش ببكي عندي بقول هذا كما مرتك كان داخل البيت مخبى. سمعت؟ يمكن يحترمني لاني قاتلته وقلت له لا احسن منك. رحمة الله على الشهداء. في رسالة 44 من افراد اسرة. ايوه هذا رزوان تميس، رزوان تميس هذا حبيب القلب. ايضا حتى في احنا واولادنا 42 احفاد، اولاد واحفاد الشهيد علي ناصر هادي، و43 رزوان تميس. نعم. ان شاء الله انه يسمعنا وقلنا خلاص من اليوم غير البطاقة. مشاهدينا الكرام، طبعا معي المساعد الطبي هنا عبد الله عوض في الحالة التي طبعا هي موجودة معنا في هذا المرفق. ممكن تشرح لنا كيف استقبلتموها؟ الرحمن الرحيم. الأخ هذا مصاب عندنا من أبناء الشهيد علي ناصر هادي، وهو يعني يفضل أن يعالج في الخارج على نفقة الدولة، ونحن استقبلنا الحالة وكان عنده كسر من الدرجة الصعبة يعني، وفي عظم مش موجود يعني تقريبا 6 سنتي. ونحن استقبلنا الحالة وبنسوي مجهود اللي نقدر عليه، وإن شاء الله أن نقدر أن نعالجه، بس يفضل أنه يعالج في الخارج. والدكتور جزاه الله خير محمد الكربي ما قصر ودخل المريض عملية وسوى له صفيحة يعني مؤقتة، وإن شاء الله الكسر الثاني هذا يشتي له زراعة عظم، ويشتي أنه الأفضل أنه يخرج إلى الخارج، أفضل عندهم إمكانيات أفضل، ونحن على قدر إمكانياتنا إن شاء الله نقدم له الرعاية الطبية، بس يفضل أنه ينقل إلى الخارج. وجزاكم الله خير. ورسالة لصوت الجنوب جزاها الله خير الاهتمام بالمصابين أحفاد الشهداء، وإن شاء الله النصر بإذن الله قادم.